السلام عليكم يا احلى اخوات في الدنيا، وحشتوني. عملنا مع بعض المحشي مرتين في القناة، وكل مرة بتبقى مختلفة تماما عن المرة اللي قبلها. المرة دي هنعمله برضه مختلف تماما عن اللي احنا كنا عاملينه قبل كده. هنعمله ني في ني، وهنعمله كمان متحمر كده في الصينية ويخش الفرن. يلا اول حاجة نسمي بسم الله ونجيب الطماطم بتاعتنا. وطبعا الطماطم دي الكمية اللي احنا عايزينها. انا كنت عايزة كمية صغيرة لان كان عندي بقية الطماطم فهكمل عليها. اهم حاجة في الطماطم ان احنا نجيبها جامدة، ما نقولش دي للطبيخ فنجيبها مستوية، او نجيبها كده يعني تبقى مش حلوة، يعني اللي هي نشيل منها الحتة البيضة والكلام ده. لا، مش هتفرق كتير لما بنيجي نشتريها في 5 جنيه او 4 جنيه. بس صدقوني بنرمي نصها. لا، احنا نجيب الطماطماية الحلوة تكون حمراء وتكون سليمة، بتفرق كتير جدا في الطعم. اول حاجة انا جبت الطماطم بتاعتي زي ما انتوا شايفينها كده، غسلتها كويس وبدأت ان انا اقطعها في الكب زي ما انتوا شايفين. وهبدأ بقى ان انا اشيل منها الحتة اللي بتبقى فوق دي، مش مستحبة خالص. وابص في الطماطمايه وببدأ ان انا اقطعها. ودي حلة امي عشان محدش يخيل عليا، الله يرحمها، فبعتز بالحاجات بتاعتها جدا. بدأت بقى ان انا اقطع الطماطم في الكبة، بس هنا انا كنت زودت الطماطم والكبة بتاعتي يعني صغيرة شوية وبعافية شويتين. ادعوا لي ان انا اجيب كبة حلوة. فبدأت بقى ان انا اقطع الطماطم، وبدأت ان انا اخد بقية الطماطم مع كمان 5 6 فصوص من الثوم. ما تستغربوش من الطريقة، والله هتعجبكم جدا. واللي مستعجل زي كده وعايز ياكل محشي او طلب منه المحشي في البيت مش هياخد منه وقت. بدأت ان انا اقشر كده كام فص من الثوم، 5 6 فصوص من الثوم كده، وبدأت ان انا احطهم مع الطماطم. وكمان حطيت بصلاية كده كمان مع الطماطم ومع الثوم، وهبدأ ان انا اضربهم ضربة حلوة جدا زي ما انتوا شايفين. بدأت ان انا اضربهم وركنتهم بقى في بولة كده على جنب. وبدأت ان انا كمان اجيب بصلايه كبيره كده او بصلتين، وابدا ان انا افرمهم خشن مش ناعم في المفرمه، يعني نص كده فرمه كده، مش كتير. وبدات ان انا انزل بمعلقتين 3 كده من الدهنه بتاعت اللحمه بتاعتي. انا بسيبها بقطعها كده قطع صغيره وبسيبها في كيس في الفريزر او بسيحها، بس انا يعني عشان ما عنديش كتير بدات ان انا اقطعها قطع صغيره او ابشرها واسيبها في كيس كده في الفريزر وابدا ان انا احطها. انا خدت بقى البصل مع الدهنه ديت على النار، يدوبك الدهنه ساحت بس. عبال ما الدهنه ساحت كان البصل بتاعي دبل شويه، مفيش مشكله. بدات ان انا اجيبه تاني على الرخامه، ونزلت بقى بالتوابل بتاعتي، الكمون معلقه من الكزبره الناشفه والسبع بهارات وتوابل المحشي. يعني التوابل اللي تحبوها حطوها، بس انا عندي السبع بهارات دي ما شاء الله، انا كلمتكم عليها قبل كده، حلوه جدا وبتغنيني عن توابل كتير. وبدات بقى ان انا احط الخضره المجففه دي. يا جماعه الخضره المجففه اللي انا كنت عاملاها قبل كده معاكم في القناه وقلت لكم هتعجبكم قوي. دلوقتي الخضره غاليه جدا، عودين 3 من الخضره بيقولك ب5 جنيه. لو احنا عندنا بقى خضره من المجففه دي بتغنينا عنها، بس انا كان عندي شويه من الخضره كده جبت. هتشوفوها دلوقتي ربطتين ب10 جنيه، ما عملوش اي حاجه. يعني لو ما كانش عندي الخضره المجففه كنت زماني جبت لي ب20 جنيه ولا حاجه عشان نعمل شويه محشي بسيط. بدأت بقى ان انا بعد ما حطيت التوابل على البصل المتبل شوية على النار حاجة بسيطة كده، بدأت ان انا احط عليه الطماطم اللي انا فرماها وما سبكتهاش. بدأت بقى شفتوا حبة الخضار قد ايه دي، شبت على بقدونس على كزبرة، ضمت ب10 جنيه. يعني كل حاجة حاطين منها عودين 2 بالظبط. لكن في الشتاء انا بجيب بقى ما شاء الله كمية كبيرة من الخضار ده كله او الخضرة بتاعت المحشي دي كلها، وابدأ اجففها زي ما انا كنت عامله لكم فيديو بيها قبل كده، وبدأ انشفها واسيبها عندي طول الصيف. هنا بقى بعد ما حطيت الخضرة بتاعتي حطيت 4 كوبايات من الرز مغسول كويس ومتصفي كويس جدا جدا عشان ما يبقاش فيه اي نقطة من المية. مش عايزة فيه مية خالص، لان زي ما قلت لكم المحشي بتاعي ني في ني، يعني مش هيتحط على النار خالص، المية دي تتشرب. وبدأت بقى ان انا اقلبه كده تقليبه تمام. ده بقى البتنجان بتاعي انا جايباه صغير خالص جميل. بدأت ان انا اجيبه واقوره، وبجيب كده حله او اي حاجه، وانا بقور بيبقى الحله دي فيها ميه او بوله يعني يكون فيها ميه، ومعلقه من الملح ومعلقه من السكر بحطها ومعلقه من الخل، وبحط جنبي كده وانا بقور برمي في المحلول الميه ده عشان البتنجانه كده تفضل حلوه وطازه وتفضل بيضه كده ما تغمقش معايا. وجايبه بقى الحله معايا جنبي كده. الحله دي انا حاطه في القاع بتاعها حاطه فيه حلقات من البصل وحلقات من الطماطم،
وكمان العيدان بتاعت الخضره اللي انا مقطعاها من فوق حاطاها في قاع الحله، بتبقى طعمها حلو جدا. هبدا بقى ان انا اوقف البتنجان بتاعي، بس انا هعمل البتنجان بتاعي في صينيه، مش هعمله في الحله، بس انا ايه عشان قدامكم هنا بقى انا هوريكم اللفه بتاعت الكرنب. وطبعا الكرنب انا للاسف ما خزنتش السنه دي. الكرنب يا جماعه بتاع الشتاء حلو جدا جدا، ويبقى طعمه مسكر عن الكرنب بتاع الصيف. يعني اوعوا حد يخزن كرنب الصيف، اللي بتخزن كرنب الشتاء بيبقى زي الزبده كده وباين. بصوا بقى هنا انا فتحت الورقه وبدات ان انا الفها كده كلها، وهبدا ان انا اقطعها بالسكينه ديت. للي مستعجل يعني او ما بيعرفش يلف المحشي قوي، او اللي بيحب الصبع يكون تخين. بصوا انا لفيتها كلها، وهبدا بقى اشيل الحته الزياده دي. لازم اشيل الحته الزياده دي عشان ما يبقاش لفه المحشي تبقى كلها ورق كده، تبقى تخينه. زي ما انتوا شايفين انا لفيتها وبرمته كويس جدا وقفلته كويس، وهبدا بقى اقطع صابع المحشي على حسب الحجم اللي انا عايزاه، على حسب الحجم اللي انتوا عايزينه، كبير صغير زي ما انتوا حابين، وابدا ان انا ارص. بس انا بصراحه للامانه انا مش بحب اللفه دي خالص خالص، بحس كده ان الصبع تخين ومش مبروم كده برمه حلوه زي ما احنا متعودين عليه. لا انا بحب الف كده على ايدي، ببرم الصابع كويس جدا، وبحب الصبع صغير جدا جدا، انا بحبه صغير بصراحه. هنا نمسك كده ايه صبعين 3 كده على بق واحد وناكلهم، بتبقى طعمه حلو جدا. لكن الصبع التخين ده لا. بصوا الصبع الصغنن ده انا برتاح في اللفه اللي على ايدي دي، وبرتاح لما بيكون الصبع صغير كده. بس انا اديتكم الفكرتين، يعني اللي حابب كده واللي حابب كده، بما ان يعني ان المحشي ده محشي سريع، الني في ني سريع. بصوا الصابع الصغنن ده انا بحب كده. انا خلاص هعمل بقى الحله بتاعتي كلها، وعملت البتنجان بتاعي في صينيه ودخلته الفرن، استوى براحته، والكرنب استوى براحته وما شاء الله عليه. عملت جنبه كده حتتين استيك، وبالهنا والشفا للي كان. اوعوا تنسوني في الاشتراك في القناه واللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل فيديو جديد واقتصادي من سما ام البنات. بحبكم قوي قوي. سلام عليكم.